السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوجو رجع لكم بمقطع جديد. اليوم مقطعنا يتكلم عن أفضل لعبتين سيارات نزلوا في التاريخ، فورزا هورايزن 5 وجران توريزمو 7. راح نسوي مقارنة بين اللعبتين، ويلا نبدأ معاكم أول مقارنة لي في الغناء. بسم الله، خلونا نبدأ. أول شيء خلونا نتكلم عن أقدم لعبة سيارات اللي أول جزء لها نزل عام 1997 ولا زالت مستمرة لحد 2022. لعبة جران توريزمو 7 الحصرية على جهاز بلاي ستيشن 5. جران توريزمو. في المقابل لعبة فورزا هورايزن اللي حازت على أفضل لعبة في بريطانيا، واللعبة اللي أول إصدار لها نزل عام 2012 لعبة فورزا هورايزن 1، وأول إصدار نزل لها على إكس بوكس 360 وهي حصرية على الإكس بوكس. نوضح هاي المعلومة، حصرية يعني اللي عنده جهاز سوني ما يقدر يلعب فورزا هورايزن، واللي عنده جهاز إكس بوكس ما يقدر يلعب جران توريزمو 7. واليوم بعد راح نعرف من أفضل في تصميم لعبة سيارات متكاملة، شركة سوني ولا شركة مايكروسوفت. اول شيء راح نتكلم عنه عدد السيارات الموجودة في كل لعبة، وراح نقيم كل جزئية بروحها لما نعطيكم التقييم النهائي في نهاية المقطع. عدد السيارات الموجودة في لعبة جران توريزمو 7 اكثر من 400 سيارة، وبالضبط 420 سيارة، وكل فترة يصير تحديث وتنزل سيارات جديدة. بينما في لعبة فورزا هورايزن 5 عدد السيارات الموجودة اكثر من 500 سيارة، وترى في اخبار تقول ان راح يسوون تحديثات وراح يضيفون سيارات جديدة، راح يعدون حاجز 600 سيارة. اللعبتين عطونا عدد هائل من السيارات ومجهود يشكرون عليه الشركتين. صراحة ما كنت اتوقع ان في لعبة راح تنزل اكثر من 100 سيارة، بس فورزا هورايزن ولعبة جران توريزمو صدموا الجميع بعدد السيايير. بس اكيد في هاي النقطة تتفوق فورزا هورايزن 5، لان ما في نوع اصلا من السيايير مو موجود. كل السيايير راح تحصلها في فورزا هورايزن 5 وتتفوق على جران توريزمو ب100 سيارة، فأكيد العلامة الكاملة حق لعبة فورزا هورايزن 5 10 من 10 من ناحية عدد السيايير. بينما لعبة جران توريزمو 7 أنا بعطيها 8 من 10. يمكن البعض يقول ليش ما عطيتها 9 من 10؟ لأن يا جماعة في سيارتين مهمين كان مفروض يتواجدون في اللعبة، وهذه السيارتين محبوبين عند وايد ناس. الأولى جي كلاس مرسيدس، الثانية بنتلي. المفروض هذيل السيارتين يتواجدون. على سبيل المثال يمكن البعض يقول بنتلي حقش مو حقة سباق، في سيايير مو حقين سباق، مثلا عندك هوندا سيفيك وجينيسيس ومرسيدس اس كلاس وغيرهم من السيايير اللي مو حقين سباق، فبنتلي او شركة بنتلي بشكل عام مو موجودة في اللعبة، وهاي الشيء اللي انا ما عجبني صراحة. والشيء الثاني اللي ما عجبني ان شركة مرسيدس موجودة بس ما حطوا جي كلاس مرسيدس. النقطة الثانية اللي راح نتكلم عنها عالم اللعبتين. اول شيء لازم تعرفه اذا راح تشتري اي لعبة فيهم ان لعبة فورزا هورايزن 5 عالم مفتوح، بينما لعبة جران توريزمو 7 عالم مصكوك. توضيح لكلمة عالم مصكوك يعني ما في مدينة وما في بلد، وما تقدر تروح الجراج بنفسك ولا تفتر ولا تتحدى اي احد في الشارع. اذا تبي تشتري سيارة، اذا تبي تعدل على سيارتك، كل شيء راح تحصله من القائمة الرئيسية. وهاي الشيء ترى مو غلط، وحين انا بس دخلت على هاي الموضوع علشان اقول لكم السلبيات والايجابيات في العالم المفتوح والعالم المصكوك. لعبة فورزا هورايزن معطينك عالم جدا كبير، عالم واسع، عالم خرافي، تقدر انك تفتر فيه على كيفك، تقدر انك تتحدى ناس في الشارع، تقدر تسوي وايد اشياء في لعبة فورزا هورايزن 5. سلبيات في العالم المفتوح شبه معدومة يا جماعة، بس في سلبية واحدة يمكن نضيفها، وهي ما تعتبر سلبية. اذا تبي تلعب نوع من السباقات لازم تروح له بنفسك، وهاي الموضوع يمكن ياخذ شوية وقت ويمكن يزعجك. بينما السلبيات في العالم المصكوك كثيرة يا جماعة. اول سلبية واهم سلبية، اذا تمللت من السباقات وتبي تفتر في الشارع ما تقدر، يعني ما تقدر تطلع برا الحلبة وتكتشف مدينة ولا مكان معين، مكانك بس في الحلبة، وهاي انا اشوفها سلبية. السلبية الثانية متعة التحدي راح تقل. يعني على سبيل المثال اذا تحديت احد على سيارة ولا على مبلغ ما راح تحس بنفس المتعة اللي نحس فيها اذا تتحدى احد في الشارع، لان انت كل شيء بتسويه من القائمة الرئيسية راح تتحدى من القائمة الرئيسية بضغطة زر، غير اذا انت في لعبة فورزا هورايزن وتحديت احد في الشارع
تنقرشت فيه، دعمته، سويت لك مشاكل، ولا سيارة دعمتك وانت عصبت عليه وتبي تتحداه سواء كان من الاونلاين ولا الاوفلاين، عادي في الشارع يعطيك متعة خاصة اذا ختمت اللعبة. ومن ضمن عالم اللعبة الحلبات جدا رهيبة في جران توريسمو 7، لكن بعد فورزا هورايزن في اماكن السباقات ابدعوا، يعني ما في فرق بينهم كبير، بس اكيد جران توريسمو افضل من فورزا هورايزن لان ما في الا حلبات اصلا من الاساس، بينما فورزا هورايزن حاطين عالم جدا كبير، مدينة جدا خرافية، فاكيد فورزا هورايزن من ناحية العالم يتفوقون وباكتساح، اعطيهم 9 من 10. بينما جران توريسمو انا اعطيهم 7 من 10 لان احس كانوا يقدرون يطورون حتى الحلبات هذه، حتى لو ما سووا مدينة كانوا يقدرون يسوون حلبات افضل واكثر من الموجودين حاليا لان تخصصهم بس حلبات. وعلى طار المدينة، ليش ما سووا مدينة صغيرة على الاقل خلوك تتفسح فيها؟ ما نطلب منكم مدينة جدا كبيرة نفس فورزا هورايزن، نطلب منكم مدينة جدا صغيرة نتمشى فيها شوي ونستمتع ونتحدى الناس اللي موجودين في الاونلاين والاوفلاين. بالنسبة حق هورايزن ليش ما اعطيتها 10 من 10؟ لان الاماكن البعيد اذا تشوفها من بعيد تحسها مو موجودة او تحس اللعبة للحين قاعدة تتحمل، فهاي المشكلة البسيطة في فورزا هورايزن اللي ما خلاني اعطيهم 10 من 10. حاليا فورزا هورايزن عندهم نقطتين وجران توريسمو ما عندهم ولا نقطة. هل فورزا هورايزن تتفوق على جران توريسمو باكتساح ولا جران توريسمو ترجع عليها ريمونتادا؟ جودة السيارات وتصميم السيارة سواء المقصورة الداخلية ولا شكل السيارة من الخارج، يا جماعة فورزا هورايزن خارقين نفس ما تشوفون في تصميم السيارات، لكن جران توريسمو خذوا السيارة الواقعية وحطوها في اللعبة فعليا. شوفوا السيايير، شوفوا تصميم هذه السيارة يا جماعة، لدرجة ان بعض المصورين شروا جران توريسمو بس علشان يصورون بعض السيايير من جهة ويحطونها في جوجل كترويج حق السيارة. هاي المقاطع اللي تشوفونها كلها من لعبة جران توريسمو 7، يعني تصميم السيارة وصل لليفل ما حد يقدر يوصل له. خلونا نقيم، وبكل تأكيد فورزا هورايزن راح يحصلون 9 من 10. اكيد فورزا هورايزن نفس ما تشوفون التصميم جدا خرافي، ونقدر نقول ان فورزا هورايزن راح يحصلون 10 من 10 لو ما نزلت جران توريسمو 7. تقييمي حق اللعبتين من ناحية التصميم، فورزا هورايزن يحصلون 9 من 10، جران توريسمو يحصلون 10 من 10. يمكن البعض يقول ليش ما اعطيتهم 9.5؟ لاني ما نسيت التصميم البشع حق المقصورة الداخلية. فعلا السيارة من الداخل جي تي اي 5 افضل منها، اي لعبة سيارات راح تشوف افضل من التصميم الداخلي حق لعبة فورزا هورايزن. باي منطق تعطيني سيارة من برا فراري من داخل ايكو؟ يعني اللي صمم السيايير في اللعبة ما ركز على المعلومة هذه اللي يعني مفروض عارفها انت من قبل ما تصمم لعبة سيايير. اكيد لازم ان المقصورة تكون نفس الحقيقة شوي. تنويع السباقات في اللعبة، التنويع جدا مهم في كل لعبة سواء كانت لعبة سيايير او لعبة غير سيايير. اكيد في هاي النقطة راح يتفوقون فورزا هورايزن من ناحية التنويع. نرجع حق موضوع تحدي السباقات اللي في الشارع، راح تتحدى سيايير مختلفة، بينما في لعبة جران توريسمو 7 فيها تنويع بس التنويع اكيد مو نفس فورزا هورايزن. وغير السباقات المجنونة اللي يحطونها فجأة فورزا هورايزن ولا تحصلها في اماكن ثانية، سباقات جدا غريبة ما لها دخل في السباقات، يعني سباقات حق المتعة بس. فاكيد فورزا هورايزن عطتك تنوع جدا رهيب وجدا خرافي. اذا انت تحب التنويع في العاب السيايير فورزا هورايزن نمبر 1. فورزا هورايزن يحصلون العلامة الكاملة 10 من 10. ما اظن ان في لعبة راح يقدرون يسوون تنويع حق لعبة سيايير نفس فورزا هورايزن، بينما لعبة جران توريسمو 7 اعطيهم 7 من 10 من ناحية التنويع. من ناحية متعة القيادة تتفوق لعبة جران توريسمو خاصة باحساس جهاز التحكم حق جهاز سوني 5. جران توريسمو اللعبة راح تعطيك شعور جدا رهيب، والمحرك شلون اذا انت تمشي بسرعة راح يتحرك معك الجهاز، وهاي شيء جدا خرافي ما راح تحصله في اي لعبة. بينما فورزا هورايزن احساس اللعب جدا ممتاز بس مو نفس جران توريسمو 7. جران توريسمو 7 تحصل العلامة الكاملة اكيد 10 من 10 من ناحية متعة القيادة. انا ما اقول ان فورزا هورايزن ما فيها متعة في القيادة، لكن لعبة جران توريسمو 7 تفوقت عليها من هاي الموضوع. صراحة لعبة جران توريسمو 7 ابدعوا ترى من ناحية متعة القيادة ومن ناحية تأثيرك واحساسك انت فعلا قاعد في السيارة وتمشي السيارة. يا جماعة كل مرة راح نرجع حق نفس المشكلة، مشكلة فورزا هورايزن ان منافسهم جران توريسمو 7 منافس عنيد جدا. الحين وصلنا عند نقطة الجراج، الشيء اللي وايد ناس مختلفين عليه اللي هو التعديلات. وفعلا
فعلا حتى الحين راح تختلفون عليه، لان جران توريسمو 7 اعطوك كمية من التعديلات جدا رهيبة في كل قطعة. وبعد فورزا هورايزن نفس الشيء. اللعبتين التأثير مالهم جدا كبير، يعني اذا عدلت على سيارة وشلت منها قطعة وركبت قطعة ثانية راح تحس في الموضوع مباشرة في السباق، او حتى اذا بتطلع تفتر في فورزا هورايزن. فهاي النقطة انا اعطيهم الاثنين 10 من 10 تعادلوا. في هذه النقطة بالذات انا ما ابي اظلم ولا لعبة فيهم، لان اللعبتين اعطوك تعديلات جدا كبيرة وجدا حلوة ومسلية، وبعد تأثر على مجرى اللعب، والسيارة فعلا تختلف من قطعة لقطعة ثانية. قبل ما اقول لكم اخر نقطتين راح اذكركم بالنتيجة. جران توريسمو 2 فورزا هورايزن 3. واقعية التفحيط في كل لعبة او التكحيس نفس ما يسمونها في بعض الدول، وصوت المحرك والسيارة. من ناحية التفحيط فورزا هورايزن مميزين في التفحيط، بس نرجع حق نفس الموضوع، منافسهم جدا صعب جران توريسمو 7. شكل الدخان جدا واقعي، بس كلنا نعرف ان التفحيط معتمد على صوت السيارة. اتوقع ان الموضوع ما يبي له اي نقاش. لعبة فورزا هورايزن يبين صوت مسجلينه من الواقع، بينما لعبة جران توريسمو 7 يبين الصوت الاصلي كيف يابوه ما ادري. اللعبة هذه فيها اشياء فعلا تصدمك. الحين وصلنا حق النهائي، خلاص نهائي كأس العالم. مين الافضل؟ مايكروسوفت ولا شركة سوني في تصميم لعبة السيارات؟ فورزا هورايزن ولا جران توريسمو 7؟ هني بنتكلم عن نفس ما تشوفون تأثير الصدمات. مع الأسف في هاي الموضوع احنا راح نقلب الحكاية. شلون راح نقلب الحكاية؟ تذكرون يوم اقول لكم اللي صمم السيايير في لعبة فورزا هورايزن شلون ما انتبه على المقصورة الداخلية؟ هني بقول لكم اللي صمم السيايير في لعبة جران توريسمو 7 شلون ما انتبه على هاي النقطة. شلون السيارة يصيدها حادث قوي، تدعم سيارة ثانية، تدعم حواجز، تدعم الطوفة، شلون ما تتأثر. اللعبة تحاكي الواقع، مو لعبة سابق ولاحق يا المصمم. يعني مثل هاي الغلط مستحيل انه يترقع. فعلا غلط جدا كبير. لازم السيارة يصير لها تأثير، ما يصير انك تدعم وتحس ان السيارة نفس الشيء. فمن ناحية تأثير الصدمات انا راح اعطي فورزا هورايزن 8 من 10. بعد التأثير في فورزا هورايزن جيد، بس يحتاج بعد تحسين. مو معقولة لعبة جي تي اي 5 هي افضل لعبة ضبطت الصدمات حقت السيارات وتأثيرها، بينما لعبة جران توريسمو 7 اعطيهم 1 من 10 مع الرأفة. لعبة فاشلة من ناحية تأثير الصدمات. نذكر بالنقاط: 4 نقاط حق هورايزن، 3 نقاط حق جران توريسمو. والتقييم النهائي حق اللعبتين فورزا هورايزن يستحقون 10 من 10، وجران توريسمو 9 من 10. والحين وصلنا إلى نهاية مقطعنا اليوم. لايك، اشتراك، كومنت. كان معكم اخوكم بوجو، سلام.